اكتشفت إنه الحياة كانت راح تكون أسهل بهواية لو إنه نحن البشر منعبر عن الشي اللي بداخلنا ونكون صادقين وصريحين مع بعض. لما نحن ما منعبر عن الشي اللي بداخلنا ومنخليه يتراكم منصعب الحياة علينا وعلى الناس اللي بحياتنا، لأنه ما بيكونوا فاهمين ليش نتصرف بهاي التصرفات أو شنو اللي وصلنا إلى هاي المرحلة. صدقوني لو أنتوا تعبروا عن الشي اللي بداخلكم حياتكم راح تكون أسهل بهواية. إذا أنت رايد شي قول إنك رايد، إذا أنت اليوم تحب شخص قل إنك تحبه، إذا أنت غاضب من عنده وزعجك تصرف معين قل إنه هذا التصرف يزعجني، اعترف قول. إذا أنت ما تريد تحكي مع هذا الإنسان قل إنك ما تريد تحكي معه، ما تريد تصادقه قل إنه ما أريد أصادقك، ما تريد تسوي له شي معين هو طلبه من عندك قل له. ليش تصعبوا الحياة؟ ليش تأرهقون نفسكم وداخلكم وتأرهقون الناس اللي معاكم؟ كونوا صريحين معاكم مع الناس اللي حواليكم، وصدقوني الحياة راح تكون أسهل بهواية لما تكون صريح وصادق مع الناس اللي حواليك، لحتى هي تقدر تفهمك وتفهم ليش يصير هذا الشي، شنو اللي خلاك توصل لهاي المرحلة، أو أنت شنو تريد، شنو همك. إذا أنت اليوم مهموم وعندك مشكلة كبيرة وواقع بيها وما حكيت، أنا شلون راح أعرف؟ شنو اللي راح يخليني أعرف إذا أنت ما حكيت؟ فلا تنتظرون من الناس اللي بحياتكم تفهمكم وتكون معاكم من دون ما تحجون. عبروا عن اللي بداخلكم ولا تخلوا غروركم يمنعكم.